لو انت عندك المكنه السنجر السودا دي في البيت وما انتش عارفه ازاي تزيتيها ولا تركبي الابره ولا يهم خالص، في فيديو النهارده هقولك ازاي تركبي الابره بكل بساطه وبشكل صحيح، وكمان هقولك ازاي تزيتي المكنه برضو بكل بساطه. حتى لو انت ما عندكيش زياده هقولك على 3 حلول تزيتي بيهم المكنه بكل بساطه من غير ما يكون عندك الزياده. فيلا بينا. صباح الخير، صباح الهنا، صباح الفل او مساء الفل على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بالف خير. لو انتي عندك مكنه سنجر في البيت وما انتش عارفه ازاي تزيتيها ومش عارفه ازاي تركبي الابره، ولا يهمك خالص، في فيديو النهارده هقولك ازاي تركبي الابره بطريقه بسيطه جدا جدا وبشكل صحيح، وكمان هقولك ازاي تزيتي المكنه بكل بساطه. حتى لو انتي ما عندكيش الزياده جايبالك 3 حلول عمليين جدا جدا انك تزيتي بيهم المكنه من غير ما تحتاجي للزياته. فيلا بينا نشوف ايه هي ازاي هنزيت المكنه، ونشوف ازاي هنركب الابره، وايه هي الحلول اللي احنا هنزيت بيها المكنه واحنا ما عندناش زياته. لكن قبل ما نبدا في الخطوات دي نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اول خطوه هنبدا بيها وهي تركيب الابره للمكنه السنجر السوداء. فيلا بينا نشوف ازاي هنركبها بطريقه بسيطه وبشكل صحيح. وزي ما انتم شايفين كده دي شكل الابره، سواء هتركبي مقاس 16 18 هي دي الطريقه اللي هنركب بيها الابره. في كده جزء ساده والجزء التاني مدبدب. هناخد الجزء اللي هو المسح الساده من الابره ونخليه لداخل المكنه من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجه كده لو العمود بتاع الابره نازل لتحت هنبدا نيجي هنا عند الطاره وهنرفعه لفوق بالشكل ده عشان نعرف نركب الابره بكل سهوله. اول حاجه بقى هنبدا نفك اللي هو الجزء اللي هو المسمار ده، تمام كده. هنبدا نفكه. هشيل الابره اللي موجوده على المكنه وهنركب اللي هي الابره اللي احنا هنركبها قدامكم عملي، تمام كده. ادينا شلنا الابره اللي كانت مركبه عليها. هبدا هنا اجيب الابره اللي احنا هنركبها للمكنه السنجر. الجزء اللي هو المسح ده اللي هو بيسموه الجزء اللي هو المشطوف ده هيبقى جوه، هندخله كده لجوه اهو، تمام كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ اقفل المسمار بتاعي على الابرة عشان يبقى محكم، تمام كده. ادينا قفلنا المسمار. هبدأ انزل هنا اهو، بينزل معايا في مجرى الدواسة، وبالشكل ده احنا ركبنا الابرة بكل سهولة وبكل بساطة، مفيش فيها اي افتكاسة ابدا ابدا. زي ما قلت لكم الجزء اللي هو المسح من الابرة هو، ايوه اهو الجزء اللي هو المسح ده هو اللي بيبقى في داخل العمود كده. وبالطريقه دي احنا ركبنا الابره بكل سهوله وبكل بساطه. ودي هي طريقه تركيب الابر. التانية وهي بقى ازاي نزيت المكنة السنجر السودا. كل اللي احنا هنحتاجه اللي هو زيت المكنة ونحطه جوه الزياتة، تمام كده. وهنبدأ نيجي هنا عند فتحات اللي موجودة في المكنة السنجر كده، زي ما انتوا شايفين الفتحات دي اللي بتبقى فوق والفتحات اللي بتبقى موجودة من تحت دي كلها، تمام. هنبدأ نجيب الزياتة بزيت المكنة اللي هو مخصص للمكنة، تمام كده. وهنيجي هنا بالزياتة عند كل الفتحات اللي موجودة في المكنة، تمام. وهنبدأ ننزل بالزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. كل الفتحات بنبدأ ننزل عليها بالزيت اهو بالشكل ده، ونبدأ نزيت في كل الفتحات اللي موجودة في قلب المكنة دي. وهنا برضو كان، وبنسيبها حوالي تلت ساعة ربع ساعة لحد ما المكنة تتشرب الزيت دي. ما نستخدمهاش الا بعد ما المكنة تتشرب بالزيت دي، عشان واحنا بنشتغل القماش ما يبطعش من الزيت اللي موجود داخل المكنة. ودي كانت طريقة تزييت المكنة. اما بالنسبة بقى لو انتي ما عندكيش الزياتة، مش متوفرة في المكان طبعا اللي انتي بتجيبي منه من الاماكن اللي هي الابر والحاجات دي، او ان هي غالية عليكي، فتعالى اقول لك على 3 حلول عمليين جدا جدا تقدري تزيتي بيهم المكنه بكل بساطه. عايزه اقول لك الحاجات دي موجوده عندنا في كل بيت، يعني مش هتشتري اي حاجه بكل بساطه. فيلا بينا نشوف ايه هي ال3 حلول دول اللي هنزيت بيهم المكنه حتى لو احنا ما عندناش الزياته بتاعه المكنه. فيلا بينا ونشوف. الاولى لو احنا ما عندناش زياته، تمام كده، هتبداي تجيبي اي علبه كاتشب موجوده عندك وهتمليها بزيت المكنه وهتبداي تزيتي بيها المكنه. هتزيت معاكي بكل سهوله بكل سهوله، اعتمديها. بقى التانية زي ما قلت لك لو انت ما عندكيش الزياتة، كل اللي احنا هنحتاجه اي سرنجة قديمة عندنا، تمام كده. وهنبدأ نعبيها بزيت المكنة وهنبدأ نزيت بيها المكنة بكل سهولة وبساطة، وكمان ما بتهدرش معانا في الزيت. اعتمديها بجد، الفكرة حلوة قوي قوي قوي.
إلى بقى رقم 3، لو انتي ما عندكيش الزيت زي ما قلت لك، هتبداي تجيبي اي علبه قطره عندك فاضيه، وهتبداي تعبيها بزيت المكنه. تمام كده، وهتبداي تيجي عند المكنه وهتزيتي بيها المكنه، هتزيت لك المكنه بكل سهوله وبكل بساطه، وبجد مش بتهدر معانا في الزيت. اعتمديها لو انتي ما عندكيش اللي هي الزياته بتاعه المكنه السنجل. بجد التلات حلول دول عمليين جدا جدا وبيهدروش معانا في الزيت، كانك بالظبط بتستخدمي الزياته، مفيش اي فرق خالص. فلو الفيديو عجبك متنسيش تعملي لايك وكمان شير عشان كتير يستفيد، واشتراك في القناه اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وباي باي.